السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن احوال. اليوم غادي نشارك معكم هاد البريوات اللي درتهم بكاوكاو. صراحه كيجيو رائعين وواحد المذاق معتبر وغادي يعجبكم، وكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو يخلي لي لايك. وشكرا لكم بزاف. دابا تبعوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. هنا في المقادير عندي 500 غرام ديال كاوكاو محمر ومنقي، وكاين شي حبات كيبقاو بالقشور ديالهم. هنا عندي الزبده مذابه، القرفه، مسكه الحره مدقوقه، ماء الزهر، سكر سنيده، كاس ديال الجنجلان، اول حاجه هنا كنديرو كنطحنو كاوكاو مع سنيده مزيان حتى كيتعلك. كما لاحظتوا هنا درت شويه ديال الكاوكاو كندير معاه شويه ديال سنيده، كنطحنوهم. المهم غادي نستمر على الطريقه حتى كنسالي الكاوكاو اللي عندي كامل، كنخلط مع ديك كاس ديال الجنجلان حتى هو كنطحنو. المهم غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نسالي ونرجع معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما سالت الطحين ديال الكاوكاو اللي عندي كامل، كنضيفو 2 معالق ديال القرفه، كنضيفو مسكه الحره، 2 معالق ديال الزبده كبار حتى 3، المهم زبده مذابه، كنضيفو ماء الزهر. كما لاحظتوا درت انا 3 المعالق ديال ماء الزهر. غادي نجمعو بالاصابع ديالنا وما نجمعوها مزيان حتى كتعلك وديك الكاوكاو كيطلق الزيت ديالو حتى هو. المهم كتعلكوها مزيان هكايا بالاصابع ديالكم، تجمعوها باش تسهل لكم تكوروها دغيا دغيا. كما لاحظتوا الكاوكاو ديالها بدا يتجمع، يعني ها نتوما غادي حداكم على شكل كويره، ها هي تجمعات. يعني ديك الكاوكاو ملي كتبقاو تعركوا بيديكم راه كيطلق الزيوس ديالو. المهم دابا غنديرهم على شكل كويرات هكا صغار. نتوما بغيتو ديروا بريوات كبار غادي ديروا كويرات كبار، يعني لكم الاختيار على حسب القياس ديال البريوات اللي بغيتو ديروا. المهم غادي نستمر على الطريقه، غادي نكور هاد الكاوكاو اللي عندي كامل ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. وهنا من بعد ما سالت الكوار ديال الكاوكاو اللي عندي خليته. هنا عندي الطحين مع الماء باش نلصق به. عندي هنا الزبده مذابه، يعني ندهن بها الورقه البسطيله ديالي. اول حاجه كنديرها هكا على النص ديالها، يعني كنطوي الورقه البسطيله على النص، كناخذ مقص يكون ماضي مزيان. غادي نجيو هنا لوسط الورقه ديال البسطيله وغادي نقطعوها، كنقسموها على جوج. كما لاحظتوا عندي ورقه ديال البسطيله غادي نقطعها، يعني شوفوا مع الطريقه اللي كنستعمل انا. صراحه الطريقه يعني سهله وجد عمليه. هنا غادي تقطعوا على حسب القياس البريوه اللي بغيتو، يعني بغيتو ديروها كبيره غادي تزيدوا في العرض شويه، ما بغيتوش غادي تقطعوا على هذا القياس اللي قطعت انايا. المهم غادي نستمر على الطريقه حتى كنسالي. غادي نقطع الورقه البسطيله كامله اللي عندي. هنا من بعد ما سيسان تقطع كامله درتها في ميكا، وغادي نجبد اول وحده غادي نخدم بها والاخرى غادي نخليها في ميكا، يعني مجموعه مزيان باش ما تنشفليش الورقه ديال البسطيله. كما لاحظتوا غادي ناخذ الشريط الاول، غادي ندهنو اول حاجه ندهنو بالزبده مذابه. كناخذوا ديك الكوره ديال الكوره اللي عندنا ديال الكاوكاو كنحطوها في الطرف التالي، يعني كنبقى نلويها على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكون الصوره واضحه لكم.
المهم كنلويوها هكا، كنستمر على هاد الطريقه حتى كنسالي هادشي اللي عندي كامل. انا من بعد ما تلوات كنجي هاد الحشي هذا، يعني هاد الطرف التالي هذا كنقادو هكا بالمقص الا كانوا شي زوائد، كندير له شويش ديال الطحين اللي مخلطه بالماء باش غادي نلصقو. يعني هذه هي الطريقه ديال البريوه باش كنصايبها. شوف كي كتجي معايا يعني مقاده صراحه، كتجي غزاله. نعاود معكم الشريط الثاني، لاحظوا معايا هنا مزيان. انا تلقى كندهنها بالزبده. كناخذوا الكواره ديال الكاوكاو اللي عندنا كنديروها في التالي، يعني لاحظوا كنسكيو عليها بالاصابع ديالنا، كنستمروا كنقلبوها وكنسكيو بالاصابع ديالنا، يعني حنا كنقلبوا حنا كنقادو الجوانب. المهم كنستمر على هذه الطريقه حتى كنسالي يعني الكويرات اللي عندي ديال الكاوكاو. كنتمنى صراحه تكون الصوره واضحه لكم. هنا هاد الزوائد كنقطعهم وكنلصقها بالماء والطحين اللي كنا موجده، راه وريتكم يعني بيه كنلصقو. المهم هذه هي الطريقه، غادي نستمر على هادشي حتى كنسل يعني الكويرات اللي عندي ديال الكاوكاو كاملين، ومن بعد نرجع معكم. غادي نولي نعاود معكم وحده اخرى باش تكون لكم واضحه. لاحظوا انا هزيت الكويره مقربه الكاميرا، كنحط الكويره كندير عليها ورقه ديال البسطيله وكنتكي على ديك الكويره ديال الحشوه يعني الكوكب، وكنتكي على الجوانب يعني باش يجيو الجوانب عامرين، يعني ما يجيوناش خاويين. حنا كنقلبوا وحنا كنتكيو، يعني كنعمروا الجوانب بالحشوه ديالنا باش ما يجيوش خاويين. غادي تستمر على هذه الطريقه كتقلبي وانت كتكي على الجوانب مزيان حتى كتسالي. كنتمنى تكون الصوره واضحه لكم مزيان. هنا بعد ما سالت البريوات اللي عندي كاملين، اول حاجه غادي ندير غادي نوجد العسل اللي غادي يعني ندير فيها البريوات ديالي، نفند فيها البريوات. ومن بعد غادي نديرو الزيت اللي سخان كما لاحظتوا. هنا غادي نشعل البوطون باش غادي نديرو الزيت، يعني من يسخن الزيت غادي نقلي هاد البريوات ديالي على نار مهيله. ومن بعد غادي مباشره غادي نغطسهم في العسل. صراحه يعني راه كيجيو مذاق رائعين البريوات على هذا الشكل هادو. كما لاحظتوا انا حطيت الزيت، غادي نخلي الزيت يسخن ومن بعد غادي نبقى ندير البريوات يعني وحده مع ورا وحده، وغادي نغطسهم في العسل. والتزيين كيبقى لكم اختياري نتوما. هنا بعد ما سخن الزيت مزيان غادي نقص على البوطه، كنحط البريوات ديالي كتقلى. المهم غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نسال البريوات اللي عندي كاملين. من بعد غادي نوريكم النتيجه النهائيه، وصدقوني بلي راه كيجي رائع وغادي تعجبكم الا جربتوها. وكنتمنى هذا الفيديو الصراحه ينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو يخلي لي لايك، وشكرا لكم بزاف. هنا بعد ما تقلى مزيان وغادي تحمر غادي نحيدها مباشره من الزيت وغادي نغطسها في العسل، وغادي نخليها في العسل تشرب ديك العسل مزيان. وغادي نضيف القليه يعني البريوات الثانيه حتى كتوجد ديك القليه الثانيه، عاد كنحيد الاولى، يعني ديك الاولى كنخليها في كتشرب ديك العسل، ماشي غير نغطسها نحيدها، لا كنخليها شويه حتى كتشرب ديك العسل مزيان، عاد كنحيدها وكنضيفوا عاود القليه الثانيه. المهم غادي نستمر على الطريقه حتى كنسالي.
كان هذا هو شكل نهائي البريوه اللي وجدت. صراحه كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وصدقوني غير جربوها راه كتجي رائعه وواحد المذاق ولا اروع، وبصحه وراحه مسبقا.